ياسمين عز. حلقة النهاردة عن ياسمين عز، ازاي كانت بدايتها لما تعمل كده. ما تقلقوش، الفيديو ده مش هيكون لا مدح في ياسمين ولا نقد ليها، احنا بس هنستمتع. قلبك عامر بالإيمان. خلونا نرجع شوية لورا ونشوف ياسمين دي بتبيع ايه اصلا، وخصوصا لبرنامج عز الشباب. زي ايتيانز ده اول نشاط طلابي في جامعة القاهرة بيهتم بمجال الاي تي. اول حاجة لاحظتها ان شكلها متغير قوي عن الشكل الحالي، بس كتير ما يقول ان هي عملت عمليات تجميل وكده. بس انا شايف ان لحظة بس. عارفين الميم بتاعت بنات اعدادي اللي كنا بنلعب عليهم وكبروا وبقوا ايه؟ انا شايف ان الموضوع انه كده، يعني ان هي سنة الحياة كده، ان هما بيبقوا كده هم صغيرين، بعد كده لما يكبروا يحلو وكده. انا دخلت في حتة مش بتاعتي خالص، بس مش مهم، يلا سيبك من حتة الشكل الوقت خالص. ما لاحظتش حاجة تاني؟ مثلا انها بتتكلم بجد في موضوع حقيقي؟ ده اول مرة اشوف كده ليها. ده غريب فعلا، حاجة غريبة بالنسبة لي ان فيديوهاتي كلها اللي شفتها لها كانت تافهة. في جامعة القاهرة بيهتم بمجال الاي تي. هنتعرف اكتر على النشاط وايه اللي ممكن يقدمه للطلاب وازاي كمان ممكن يساعدوا الطلاب ان هم يكونوا. هنا بتتكلم عن الشباب، اعتقد ان الشباب دي حاجة، الموضوع ده او وظائف العمل للشباب او الاي تي او الحاجات دي كلها حاجات مفيدة. فهي اتغيرت فعلا شكليا وعقليا. بعد ما عرفنا الموضوع بدأ ازاي، عايزين نعرف هي ليه اصلا بتحب تدافع عن الرجالة. وفي الحقيقة السؤال ده اتسألته في لقاء مع العسيلي. انت مدلعه الراجل زياده عن اللزوم. زيادة عن اللزوم. عشان من كتر ما كان عنده شح في الدلع. عارف الشح؟ عارفه. الشح ده مرحلة ما بعد ما فيش. ايوه. بعد التقشف. فيا فيعني عيني اي كلمة صغيرة اعتبروها استكتروها عليه دلع، انما هو ما كانش فيه. يعني هو ما كانش فيه. بصوا، هي كده اما تأفور في حاجات كتير، بس بصراحة احنا محتاجين دلع. انا بهزر طبعا، احنا زي الفل. بس عايزين نشوف الموضوع العنصرية اللي بتتكلم عنه طنط ياسمين ده حتى انواع الحلويات كلها عنصرية. مفيش ولا حلا ولا حتة حلويات باسم الراجل، كلها باسماء ستات. شيء غريب عن بداية كده انا صايم، اوكي. مفيش حلويات باسم الراجل ليه؟ لا بجد ليه؟ ليه ما يكونش عندنا طبق حلويات اسمه ابو احمد زي ام علي كده، او صوابع محمد زي صوابع زينب؟ هي مش احسن منه في حاجة. عيون. بص، هي عندها وجهة نظر برضه. يعني تخيل كده طعم صوابع محمد عامل ازاي، ممكن تطلع حلوة بجد. بس هي بقى اللي تنزل عايزين طبق الفرعون الكبير وعايزين طبق الفرعون الصغير. شوفي الفخامة، شوفي حلاوة. من فضلك لو سمحت نزلي طبق مشكل الفرعون الكبير. من فضلك لو سمحت طبق صغير كده الفرعون الصغير. بصي، هو انت مزولاني من بدري ما بين كلمة صغير وكبير، ازاي الاتنين مع بعض؟ هو ليها معنى لو ازاي؟ طب ازاي؟ من فضلك علبة ميسي مشكل فرعون كبير على صغير مع بعض. هو انا اتخيلت ولا هي قالت بجد ميسي؟ اصل بصراحة مفيش علاقة بين الفراعنة وميسي، مش عارف جابت الميكس ده ازاي، بس يلا على الله. فأرجو من كل أصحاب المطاعم بتوعنا إضافة نوع أو طبق حلويات بعد إذنكم، الفرعون الكبير أو الصغير بالحجمين. خلاص يا ياسمين، ان شاء الله قريب باذن الله، ربنا مش هينسى حد. ربنا يكرمه يا رب، يا رب. بيتك في التليفون، أنتمتك، مامتك، أختك، حماتك لا استثناء، حماتك عادي كملي دي أمه، ودخل سمعتي المفاتيح ودخل من الباب فورا من غير ما يشاورلك. طيب ممكن نتكلم في وقت تاني علشان الفرعون الصغير الكبير وصل، وتقفلي التليفون من غير ما يبص ولا يرمش ولا يعملك كده. ده انتي مش تملكيه، تأسريه. ممكن بالطريقة دي يحس الفرعون انك كنت ما تعمل حاجة غلط قبل ما يجي، بالنسبة لانه اول ما شافك جريتي او لفتي بسرعة، فده ممكن يخليه ياخد عنك فكرة وحشة، فما تعمليش كده ارجوك.
كلمة جد في الحتة دي، أنا كفرعون لو حد عمل معايا كده فعلا أنا هحبه وخلاص أخليه يربطني ويملكنا عادي. لا لا بجد المرة دي مش ههزر، والله العظيم أنا متفق جدا مع احترام الزوجة لزوجها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكده. بس أكيد 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 هي ما تأفور علشان تاخد اللقطة والترند وخدته خلاص. الصوت الشتوي، صوتك الشتوي يا هانم اللي نسيتيه بعد ما اتجوزتي. نرجع بقى، الصوت الشتوي. أنا مش ههزر في الحتة دي علشان بحس كده إن دي نصايح للبنات، وأنا بصراحة ما بفهمش في الحاجات دي خالص، فهعدي الحتة دي. والعيون الشتوية عايزاكي تستخدميهم 24 ساعة مع الراجل. بس ممكن أقول بس إننا كرجالة بنحب الصوت الناعم ده، هو ده أقصى ما عندي. ساب جوهر الموضوع ومحور الموضوع والكلام الكبير اللي قلناه مع ضيوفنا المحترمين الأسبوع اللي فاتوا، ومسكوا في جملة الفرخة والجزمة والسجادة، وفين أيام ما كانت الست بتدي جوزها الحتة الكبيرة من الفرخة. أنا متفق جدا في حتة إن الراجل ياخد الحتة الكبيرة، بس كده علشان تبقى الأمور واضحة من الأول. حابب أقول في نهاية الفيديو إن ياسمين كلامها أوفر بس مش وحش، ولكن كلنا عارفين إن هي عايزة ترند وخلاص خدته. وأتمنى فعلا فعلا تكون استمتعت معايا في الفيديو، أنا استمتعت وأنا بعمله. لو استمتعت براحتك بقى، شوف أنت هتعمل إيه. صلى على النبي وسلام يلا.